صباح الخير، عاملين ايه؟ معانا بقى صينية بطاطس بالفراخ. معانا هنا 4 حبات من البطاطس كبار، بصلتين، بصلاية مبشورة وبصلاية متقطعة جوانح، ومعايا حبتين من الطماطم وجزر وفلفل الوان وفلفل رومي. ومعايا بقى التوابل، توم باودر، بصل باودر، بابريكا، فلفل اسود، ملح، 7 بهارات، رشة من الحبهان. هنا بقى معايا الصينية، حطيت معلقة من السمنة، وبعدين نزلت بقى بكل حاجة، البطاطس بقى، البصل، الجزر، الفلفل، وبعدين احط عليهم الاوراق، وبعدين التوابل ومعلقة صغيرة من الصلصة، وهقلبهم كلهم في بعض. وبعدين هملى الصينية نصها كده مية، وهحطها بقى في الفرن. وعامة اصلا الفراخ هتنزل المرقة بتاعتها يعني، والطعم بيبقى خرافي بصراحة. هنحطها بقى في الفرن لمدة تلت او نص ساعة حسب الفرن عندك، وبعدين هنقفل ونفتح بقى الشواية لمدة 10 دقايق، بحيث بقى تطلع لنا باللون اللي هتشوفوه ده. بسم الله ما شاء الله تبارك الله، يعني حاجة زي الفل والله. جربوها وهي سهلة وبسيطة جدا. وعملت برضو جنبها رز ابيض. الرز الابيض ده بقى عشان وصفته انا منزلاها برضو، بحيث ان فيه شوية كده بيعجن منهم يعني، ايه الرز الابيض ده بالاخص. فان شاء الله جربوا طريقتي بس، وان شاء الله يعني هتنجح باذن الله. وده كده شكل النهائي، وبالهنا. وما تنسوش اللايك والشير، واشوفكم على خير، وباي باي.